الستينات كتاب سماه عودة الوعي. الكتاب ده أغرب جمال عبد الناصر، لأنه كان أستاذ توفيق الحكيم بيطالب فيه عودة الوعي السياسي وعودة الوعي الاقتصادي، لأن في بداية ثورة 52 سيطر الجيش على مصر سياسيا واقتصاديا. في التأمين رفع الحراسة، وبدأت جميع قيادات الجيش تمسك إدارات الشركات والمحافظات والوزراء، فأصبحوا عسكريين يديروا الدولة 100%. وطبعا خبرة العسكريين قليلة جدا في إدارة الدولة اقتصاديا، فغضب عبد الناصر جدا. وفي السبعينات بعد اتفاقية أنور السادات في كامب ديفيد كتب الأستاذ الحكيم كتاب تاني سماه الوعي المفقود. أغضب السادات، والسادات قال عليه إن كبر وخرف، وتوسط الأستاذ هيكل لمصالحة بين الأستاذ توفيق الحكيم وأنور السادات. سبب كتابة الوعي المفقود اللي كتبه الأستاذ الحكيم السبب الأساسي وهو اتفاقية كامب ديفيد اللي أصر السادات وملى فيها على قيادة الإسرائيلية بالسرية الكاملة. السبب إيه؟ السبب إن أول ما بدأت اتفاقية كامب ديفيد بدأ في تفكير مصري بقيادة السادات كديكتاتورية، مفيش نقاش، بأنه عايز يحصل على سيناء بأسرع وقت في عصره علشان يعارض فيه أو يرد الصفعة فيه للقادة العرب اللي وصفوه بالخيانة. فكان عنده استعداد يتنازل عن أي شيء اللي منه يحصل على سيناء في عصره وبسرعة. الإسرائيليين قبل ما بيتناقشوا بيدرسوا شخصية الإنسان اللي بيناقشوه، زي ما كان في زمان يقول لك اعرف عدوك الأول. فبدأوا من الإسرائيليين يدرسوا الكلام اللي بقول لكم دوت من كتب هنري كيسنجر، مناحم بيجن، ومن بعض الناس الإسرائيليين اللي كانوا في الحكومة في عهد مناحم بيجن. ففي كتبهم تجمع من الكتب دي كلها بتلاقي بالظبط اللي حصل وتقدر تشوفه. وللأسف كتاب كتير سياسيين مصريين وعمالقة ما لمحوش عنها ولا اتكلموا عنها. أنا هقول لكم النهارده كانت الخطة إيه. الخطة إن إسرائيل فكرتها اطلب أكتر ما تريد تحصل على ما تريد. تحليل شخصية السادات، فعرفوا إن السادات عايز يتنازل بأي طريقة اللي منه يحصل على سيناء. فلذلك هم كان أكبر مكسب لهم إن يحصل سلام مع مصر عشان تنتهي حالة الحرب. فإسرائيل حطت أو بطريقة تانية وضحت عن طريق كيسنجر للسادات إن إسرائيل ممكن عامله حساب إن هي تتناقش في الاتفاق اللي ممكن يتم في خلال 8 سنين. فرفض السادات. فهنري كيسنجر قال له لو انت عايز تقدم بسرعه وتحصل على سيناء بسرعه فلازم يبقى فيه اتفاقيات، لان الغرض الاسرائيلي منه نمره واحد استثمار اكتر ما هم قدروا يحطوه في سيناء. فكانت طلباتهم والسادات وافق، ودي الاول مره هتسمعوها. وافق السادات على تنازل نص قيمه البترول اللي موجود في خليج السويس بالكامل. لغايه الان كل البترول اللي بيطلع من خليج السويس وعدد بيار السويس في خليج السويس 120، نص قيمته بتوصل اسرائيل للان. ثانيا خط انابيب البترول من ايلات من خليج العقبه للعريش بيمر في سيناء اللي هو فيه بيمر فيه بترول العربي لمدينه العريش، لأن كان في الوقت ده قناة السويس مقفولة. إسرائيل بتحصل رسوم من كل إنتاج البترول العربي اللي بيمر بهذه الأنابيب. إسرائيل اللي بنته. فإسرائيل لغاية الآن بتحصل على رسوم
من مرور البترول العربي من خليج العقبة اللي جاي من الأردن، جاي من أرض الأردن خليج العقبة، بيمر بأرض سيناء لغاية العريش لغاية النهاردة. التالتة اللي ما يعرفهاش الناس اللي بتروح تصيف في شرم الشيخ، حق ملكية إسرائيل في جميع المستعمرات والبيوت، شاليهات، فيلات، اوتيلات اللي في شرم الشيخ وطابة وفي سيناء كلها ملكية. فهي دلوقتي حاليا شبه عملية استثمارية. ده اللي تغاضى عنه السادات وتنازل عنه عشان يحصل فيه. فالفساد في مصر للأسف دايما يتم سريا أمام أعين مجلس الأمة أيام عبد الناصر ومجلس الشعب أيام السادات. إنما الفساد بدأ يكبر أكتر في عصر مبارك بداية، وأكبر جريمة حصلت وتغاضاها الشعب رغم انه اتنشرت في المجلة اكتوبر واعضاء مجلس الشعب عرفوها. في اول الثمانينات كان في دايما دعوة بسد ديون مصر. كان في نقاش في مجلة اكتوبر في اول الثمانينات مع الرئيس حسني مبارك، الاستاذ هيكل قراه عارفه، ولو تقدروا توصلوا له تعرفوه من مجلة اكتوبر، ان علاء مبارك اشترى دين ب 75 مليون دولار من ايران ب 15 مليون دولار، لان مصر كانت متأخرة اكتر من 3 سنوات في دفع الدين. فوافقت ايران على بيع دين ب 75 مليون دولار في حصول مقابل 15 مليون دولار كاش. علاء مبارك خد اوراق الدين وحطها في البنك وسحب 75 مليون دولار. يعني علاء مبارك في الصفقة دي كسب 60 مليون دولار. الكلام ده اتناقش فيه في مجلة اكتوبر مع حسني مبارك، وحسني مبارك ما اعترف بيه وقالوا انه قانوني. وبعد ذلك تمت بعد سد ديون من ضمنهم حوالي 50 مليون دولار مع شركة فرنسوية، والباقي اصبح يتم كله في السر بدون المعرفة عنه. في الحالة دي كانت اسباب افلاس البنوك المصرية، لان مصر كحكومة ما كانتش قادرة تسد الديون، وكانت الدول بتدي فترة اعفاء، ولكن في الحالة دي سد الديون تم بطريقة المساومة والشراء والبيع. تغاضى عليها مجلس الشعب، اتنشرت في مجلة اكتوبر باعتراف حسني مبارك، ومن بعد كده اصبحت جميع عمليات التجارية والاستثمارية لعلاء مبارك مختفية، اصبحت تمر بين الشعب بس بدون اثباتات. انما ده الاثبات اللي انا بنديه لكم اللي هو موجود في مجلة اكتوبر. بعد كده هوت بدأ الفساد يزيد اكتر اكتر اكتر، وكله سري. بيع جميع انواع الشركات القطاع العام في ظروف مغلقة. سؤال اعضاء مجلس الشعب اللي هم الاخوان في مجلس الشعب عن 16 مليار جنيه السنة اللي فاتت 2007 اللي هي الخصخصة بيع شركات قطاع عام. الحكومة رفضت ترد عليها. بعد كده ظهرت عملية الغاز الطبيعي اللي ظهرها ان هي صفقة مع اسرائيل، والاخوان المسلمين بيحاولوا يفتحوا الملفات ويعرفوا، انما ما ظهرتش ال5 شركات التانيين اللي انا قلت عنهم في الشريط قبل كده وتشكى. فالفساد كتير، والسرقة بقت علنية وكلها بقت سرية، وكل دي بحمل فيها اكبر فساد وهم جميع اعضاء مجلس الشعب لانهم مستفيدين. فلا بد من محاكمة اعضاء مجلس الشعب اولا عشان نشيل الفساد. لابد من الفساد يتشال من جذوره. ازاي نشيل الفساد من جذوره؟ بوضح لكم في الحلقة الجاية.